احنا مجموعة إماراتية مغربية، تكتل مستثمرين مغاربة وعرب. طبعا احنا التوجهات صاحب الجلالة في الالتزام الدولي بإنشاء مدن مستدامة، احنا أخذنا رؤية من هذه التوجهات الكريمة، وللمناخ الآمن اللي ربنا حبى فيه المغرب بالقيادة الرشيدة. قررنا احنا وتكتل المستثمرين نقوم ببناء أول مدينة مستدامة بشكل كلي تعتمد على الطاقة المتجددة من حيث طاقة الألواح الشمسية وطاقة الرياح. طبعا احنا في مساهمتنا في هذا الأمر نقوم بالحفاظ على مقررات وتطلعات العالم في الحفاظ على المناخ. مركب نور هو أول مركب طاقة شمسية في المغرب بطاقة إجمالية تتجاوز 580 ميجاوات، مقسمة على 3 محطات لتوليد الطاقة بالطاقة الشمسية. المحطة الأولى هي محطة نور واحد بطاقة إجمالية 160 ميجاوات مع 3 ساعات تنتج طاقة في أوقات الذروة ب3 ساعات. المحطة الثانية هي نور ورزازات 2 بطاقة إجمالية 200 ميجاوات، والتي تستعمل التكنولوجيا المجسات الحرارية. أما المحطة الثالثة هي نور ورزازات 3 بقدرة إجمالية تتجاوز 150 ميجاوات مع 7 ساعات أثناء الذروة. والمحطة الأخيرة هي نور ورزازات 4 بقدرة إجمالية 70 ميجاوات تستعمل الطاقات الفوتوفولتايك كم تكنولوجيا مستعملة في هذه المحطة. كاين هناك نجاح تقييد الإنارة، استبدال المصابيح العادية ذات التوهج بمصابيح صديقة للطاقة، وخاصة نستعملوا مصابيح ليد الإلكترونية. تنعملوا اللواقط الشمسية اللي تستعمل تسخين المياه الحاجة ديال الوضوء ديال المصلين، وتنعملوا حتى طاقة شمسية فوتوضوئية توليد الكهرباء الإنارة. وكذلك علاش لا في المستقبل يمكن لنا نانجكتو في لو ريزو، يعني في الشبكة الوطنية، وغادي تكون واحد دخل ان شاء الله للمسجد.